ممكن تبدأ يا أولا مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا شرف لنا اليوم. عبد ربي حسن الثاني يتشرف بقنصل الفقر لكازاخستان، الدولة المتقدمة حداثيا المستقلة، فهي دولة مسلمة ولها ثروات كثيرة ولها بنية تحتية جيدة. نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستقبل لحسن الظن ديال هذا السيد السفير المحترم المقيم بالقاهرة والسيد نائب وزير الخارجية موجود معنا اليوم واللي قطع الشريط. نتمنى ان شاء الله اكسبو 2017 يكون المغرب كذلك حاضر في كازاخستان. نتمنى ان شاء الله التوفيق للبلدين وخاصة المغرب حدوث يعني جيد. احنا غادي نفتحوا ان شاء الله منا سفارة كازاخستان، ومن بعد غادي تكون ان شاء الله سفارة اخرى كازاخستان في المغرب والرباط. نتمنى التوفيق. والكلمة للسيد نائب الوزير الخارجية السفير المقيم بالقاهرة. مرحبا بكم مرة أخرى. تفضل. كلكم. اليوم يوم مهم في تاريخ العلاقات الكازاخستانية مغربية، لأن نحن اليوم نفتح قنصلية فخرية لكازاخستان في المغرب، ده أول قنصلية دبلوماسية كازاخية في المغرب. وفي هذه المناسبة حاليا يزور المغرب بزيارة رسمية نائب وزير الخارجية معالي السيد أسكر موسينوف. نحن قمنا بمشاورات سياسية في الرباط، وهناك جرت عندنا مقابلات ثنائية مع وزير منتدب السيد ناصر بوريتا ومع المسؤولين الآخرين، واستغلنا هذه الفرصة عشان يحضر معنا نائب الوزير في مراسم افتتاح القنصلية. معالي نائب الوزير يتفضل. تفضل معالي الوزير. شكرا جزيلا. وقبل كل شيء أريد أن أقول السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا على حفاوة استقبالكم للوفد الكازاخستاني ونحن في أراضي المملكة المغربية. الله فيها الكثير من التوفيق والمزيد من الخير. نقول شكرا جزيلا للسيد حسن بوريتا على موافقته لأخذ على أكتافه الثقل مثل هذا، الثقل الشريف وفي نفس الوقت الثمين، وهو تمثيل جمهورية كازاخستان في هذه المملكة الجميلة. وهو سوف يكون أول واحد الذي سيمثل جمهوريتنا في بلادكم. إن هناك المسافة الجغرافية طويلة جدا. متواجدون أنتم المغاربة في أقصى غرب العالم الإسلامي، نحن متواجدون في أقصى شماله. المسافة بيننا عشرات الآلاف كيلو، ولكن طموحاتنا واحدة ورغباتنا واحدة وتمنياتنا واحدة، هو تبني التداخل والتعاون بين الشعوب. وحقيقة وصلنا إلى مغرب ناقلا رسالة التحية والسلام من فخامة الرئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نازاربايف إلى جلالة الملك، ومتمنيا لجميع المغاربة شعبا وحكومة الازدهار والتقدم. نتمنى أن سوف تفتح السفارة المغربية أبوابها في أستانا قريبا جدا، وسوف تفيها تبعا السفارة الكازاخستانية في الرباط. اليوم هو يوم تاريخي في علاقات الثنائية بين البلدين، وشاكرين جدا على حضوركم والاهتمام.